ثقافة الإضراب وثقافة اللي أنت تتحاور مع الآخر بالنسبة للشباب أو للرجالة اللي عايزة تعمل إضراب، للأسف الشديد ما عندهمش الثقافة دي. يعني أنا امبارح مثلا نزلت بوست بتكلم فيه اللي أنا عملت 1233 جنيه، فلقيت يعني ناس داخلة في الكومنتات، يعني واحد يقول لك محدش مكذبك يا محترم بس ما قلتليش ماشي كام كيلو، واللي يقول لك هو انت حطيت بنزين بكام، واللي يقول لك هو الشغل عندك مش عارف ايه، وفي ناس بتعمل اكتر منك بس مش عارف ايه. بص كلام كله انت كذاب، وواضح قوي انك كذاب، مع ان فيديو اهوت يعني قدام عينيكوا، يعني عامل فيديو. وغير كده وكده الكباتن ذات نفسها عارفه اللي هي بتكسب، يعني في فلوس، فبس هم بيحبوا يداروا. لما ربنا بيكرمهم مثلا ويوسع عليهم بيقوم يقول لك ايه، داري على شمعتك دقيت، وما تقولش ده وما تقولش دوت ومحدش يقول رزق. لكن لما الدنيا بتضيق شويه لا، الكل بيصوت والكل ايه مش عاجبه. المشكله عندنا يا حضرات اللي احنا يعني الشباب اللي حابه الاضراب، يجي يقول لك ايه لما اي حد مثلا بيخالفهم في الراي بيبقى قابض، وبيبقى الشركات بتديله فلوس، وبيبقى حاجات كتير قوي. مشكلتكم برضو في حاجه تانية، اللي انتوا مش فاهمين انتوا بتتكلموا في ايه. انت اساسا مش فاهم انت بتتكلم في ايه. يعني ايه شركه خاصه تعمل لي لها نقابه؟ يعني ايه حضرتك عايز تقارن نفسك بسواق التاكسي والهيئات العماليه والنقابات العماليه؟ يعني ايه حضرتك جايب لي عربيه ملاكي عشان تشتغل بيها، واخر النهار تتمنظر بيها؟ من الاخر بس ايه، خلينا ايه نتكلم يعني بدون ما نقل ادبنا، لان انا مش هوصل للمرحله اللي انتوا، انا عارف. بصوا كده الكومنتات دي قله ادب بطريقه، ودي طبعا يعني يدل، يعني تخيل انت واحد عامل لي فيها قائد وقليل ادب. اذا كان انت مش عارف توصل المعلومه بتاعتك باحترام وما عندكش ثقافه الحوار، هو انا رايي امشيه، قلت كل الكباتن تعمل اضراب يبقى الكل يعمل اضراب، اللي مش هيعمل اضراب هيبقى ابن 60 في 70، وهنمسك الابلكيشنات وهنعمل رحلات وهميه ده شغل بلطجه، ده اسمه بلطجه. انت فرقت ايه ما بينك وما بين سواق الميكروباص اللي مش محترم؟ لان في سواقين ميكروباص فوق دماغنا من فوق. فرقت ايه ما بينك وما بين سواق التاكسي اللي مش محترم؟ يعني انا كنت زمان افتكر لما انا كنت اطلب تاكسي في الشارع، افتكر زمان يعني حاجه زي كده من ضمن المساوئ بتاعه الناس دي او الفئات دي. طبعا انا بتكلم على الفئات دي لان فيهم فئات ضاله كتير، اما الناس المحترمه دول فوق دماغنا، دولت انا ماليش دعوه بيهم. كنت اقف اشاور لتاكسي من دول، الاقي واحد زميله ورا يجي يقوم واخد، مع ان انا شاورت له وخلاص الراجل واقف، ويجي يقف على طول بعديه يخطف الزبون ويطلع يجري، يخطف ويطلع ويجري. الخطيفه منهم فيهم، يعني الشغلانه دي الخطيفه اللي ظهروا هم دول الفئات دي. يجي يقول لك واحد فلاح جاي من البلد وجاي بيخطف ان هو وشغال، وانت يعني مش فلاح؟ مالهم الفلاحين حضرتك؟ ما احنا انا مواليد الجماليه من باب الشعريه، تمام، والجماليه والكلام دوت، عشان برضه وهو اساسا فلاح، اصلي فلاح. مالهم الفلاحين؟ مالهم الفلاحين؟ مش فاهم يعني. بص كلام عنصري، عنصريه وقله ادب، وناس يعني بيتكلموا بقمه قله الادب. انت دلوقتي عايز تعمل اضراب، اتفضل، حريه يعني حقك. عايز تعمل اضراب اتفضل، احنا مش هنكره المصلحه. شركات ظالمه، في شركات ظالمه طبعا، وفي تسعيرات مش حلوه. انا اعمل ايه بقى؟ لا اشتغل بدماغي واشتغل بعقلي عشان اكسب، لا اما والله هسيب الملاكي اللي انا هتمنظر بيها بقى. اصل ربنا مش هيديك كل حاجه. انت عايز تجيب عربيه ملاكي تفشخر بيها اخر النهار وبعد كده تتفسح بيها، ولا بتدفع ضرائب ولا بتدفع تامينات ولا بتدفع اي حاجه في اي حاجه. الرواد الفهلاوي بقى اللي انا بقى ايه، جايب عربيه ملاكي عايز انزل اشتغل الساعتين اللي انا هشتغلهم اعمل لي فيهم 2000 جنيه واروح. والله ما كانش حد غلب حضرتك يعني بالكلام ده. لا، ما احنا الحياه والدنيا اللي احنا فيها دي عايزه السعي وعايزه الاجتهاد وعايزه، يعني معلش احنا في دنيا من الحياه مش وردي. مش قاعد طول النهار في القهوه وعايز تنزل تشتغل الساعتين وتعمل لي 3 4000 جنيه وتروح. لا، انزل واشتغل زيك زي الناس. مشكلتنا ان احنا العدد كتير. يمكن اسكندريه اسكندريه عدد سكانها قليل شويه، فممكن الناس دي فعلا يبقى فعلا عندهم، يعني ما عندهمش
كثافه شغل او كثافه يعني في الفلوس، ما عندهمش شغل زينا. اما القاهره بالصلاه على النبي في شغل كتير، وفي شغل الحمد لله رب العالمين، وفي ناس بتنزل وبترزق وربنا بيوسع عليها من واسع فضله. ليه انت بقى عايز تجبر الناس اللي هي تمشي على رايك؟ ولو الناس ما مشيتش على رايك يبقى الناس دي وحشين، وتشتم فيهم وتقل ادبك ومش عارف ايه، وتقوم شغال بقى شغل البلطجه وشغل سواق الميكروباص وكانك محمل. انا هحمل النهارده، فكروني برضو في موقف، برضو كنت واقف برضو في موقف ميكروباصات قبل، والله العظيم هي شغلانه الميكروباص، هم بتوع الميكروباص وبتوع التكوسه اللي هم قلالات الادب. طبعا مالناش دعوه بالفئات المحترمه، لان سواقين الميكروباص وسواقين التكوسه فيهم فئات محترمه جدا وحاسه بالناس وناس محترمه جدا. اما انا بتكلم على الفئات الضاله منهم اللي هم باعوا العربيات بتاعتهم وجم في النقل الذكي بوظوا برضو الشغله. بوظوا الشغله في ايه؟ قله ادب، سرقه، تحرش. دولت الفئات الضاله اللي انا بتكلم عليهم. كان برضو ارجع لموضوعي، في موقف الميكروباص الاجره غليت، مش عارف البنزين غلي، واحد من 2 3 من بتوع الميكروباص قاموا عاملين تجمهر، عايزين نغلي الاجره جنيه ولا مش عارف 2 جنيه. طبعا في ناس تانية سواقين ميكروباص تانية محترمه حاسه بالناس عندهم احساس بالبشريه، قال لك لا يا عم الاجره بتاعتنا انا هزود نص جنيه وبتاع، فالناس ابتدت تركب معاهم. طبعا السواقين البلطجيه التانيين دول جم وقفوا قدام الميكروباص ومش عايزين يركبوا الناس. طبعا الحمد لله بفضل الله الحكومه خدتهم كلهم. ما هو اخر بتاع الحوارات دي احنا عارفينه فين. تمام؟ فانت حضرتك عايز تعمل مظاهرات، تعمل اضراب، تعمل تجمهر، اعمل حريتك الشخصيه. انا مش هعمل تجمهر، مش هعمل اضراب، انا عايز اخلي الناس تشتغل، لان الموضوع ده يا جماعه فيه مشكله كبيره جدا اللي هو بيخرب بيوت الناس. في ناس بتعتمد على كلامك اللي بيشوفه على اليوتيوب او الفيسبوك، بتبص كده عليك، لان احنا عارفين ان انتوا واخدينها شغلانه وشهره. انا الصفحه بتاعتي دي شوف من تاريخ كام، من سنه كام، والحمد لله رب العالمين مش مفعل لها ربح اساسا، لان ما يشغلنيش الكلام دوت. الحمد لله بفضل الله مستور بفضل ربنا، واللي عارفني عارف انا مين الحمد لله رب العالمين، وعارف انا شغال من سنه كام الشغله دي. عشان واحد لسه مستجد منزل الفاتوره بتاعت امبارح بتاعت الشركه يقول لي ده شهر، ده شغل شهر. انت مش فاهم. لا، والمشكله اللي هو بيشتم يقول لك انت غبي ومش فاهم ده شغل شهر، وهو اللي غبي ومش فاهم. يا ريت نفهم يا جماعه اللي ده الطور عمره ما بيتحلب. ما تجيبليش حضرتك عربيه ملاكي وشغل خاص وتيجي حضرتك ديكي تقول لي هعمل له تقنين واعمل له نقابه واعمل له مش عارف ايه. واحد برضو من ضمن الاخوه الافاضل عامل لي عريضه كاتب لي فيها نقابه شركات النقل الذكي ومش عارف ايه وايه وايه وايه. يا عم انت دماغك رايحه فين؟ انت رايحه منكم كده خالص يا جدعان. يا عمي انت ده عربيه ملاكي، بتدفع ترخيص ملاكي ولا بتدفع تامينات ولا بتدفع. حضرتك عايز تمشي قانوني، قدامك التاكسي وشركات السياحه القانونيه امشي بيها. حضرتك شركات النقل الذكي دي شركات، حضرتك وانت رايح الشغل بتجيب بنزينك وانت جاي من الشغل بتجيب. اقرا سياسات الشركات واقرا السياسات والشروط وانت تعرف. ارجو ان حضرتك تفهموا سياسه الشركات دي كويس جدا قبل ما تهروا. تحياتي.